ليه ربنا لا يسأل عما يفعل؟ السلام عليكم. في آية في القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. صدق الله العظيم. بعض المعترضين يقول لك إيه؟ هو ليه ربنا سبحانه وتعالى ما ينفعش أسأله على أفعاله؟ هو ربنا يعني فوق العدل أو فوق السؤال؟ مش ده ظلم؟ طيب تعالى بقى نهدى ونفهم الموضوع ده واحدة واحدة. شوف بقى، لازم تعرف إن إحنا كبشر علمنا محدود، وكمان عقولنا لما ربنا سبحانه وتعالى خلقها ليها نطاق معين ما ينفعش تتعداه. وعلشان إحنا كبشر علمنا محدود وعقولنا محدودة لنطاق معين، دايما بنشوف جزء صغير من الصورة. أما ربنا سبحانه وتعالى بعلمه المحيط لكل شيء بيبقى شايف الصورة كاملة من غير نقص ومن غير كامل. وفي مبدأ ثابت كتير من الناس بتتلخبط فيه، يقول لك يعني إيه معنى إن العالم هو بس اللي يستجوب الجاهل؟ بص بقى، الجاهل ما ينفعش يسأل العالم إلا بهدف التعلم مش بهدف الاعتراض. وخلينا نضرب مثال علشان نفهم الصورة كاملة. مثلا الطالب في الجامعة ما ينفعش يقول للدكتور انت غلطان وانا صح. لا، الطالب يقول للدكتور في الجامعة ليه الإجابة دي صح. السؤال كده من واحد عاوز يتعلم، الهدف من السؤال ده التعلم، الفهم، ليه الإجابة دي صح. لكن الطالب ما ينفعش يقول للدكتور انت غلط وانا صح، لان ميزان العلم مع الدكتور مش مع الطالب. والمريض مثلا متاح ليه يسأل الدكتور انت ليه اديتني العلاج ده لو هو عاوز يفهم. لكن ما ينفعش المريض يقول للطبيب انت ظالم علشان خاطر كتبت لي العلاج ده، لان اصلا المريض لا يفقه شيء في الطب. والابن لما يسأل ابوه انت ليه عملت كده. لكن في فرق بين سؤال الهدف منه التعلم والمعرفة، وسؤال الهدف منه الاعتراض وبس. يبقى المشكلة فين؟ المشكلة إن المعترض لما بيسأل ربنا سبحانه وتعالى مش بيسأل بهدف التعلم، لا، ده بيسأل بهدف إنه بيحاكم ربنا سبحانه وتعالى. طيب أنت بتحاكم ربنا بصفتك إيه؟ بجد والله أنت بتحاكم ربنا بصفتك إيه؟ وكمان بتحاكم ربنا بإيه؟ بعقلك المحدود وبعلمك اللي أصلا مش شايف غير لحظة معينة من الزمن. وكمان عقلك المحدود اللي انت بتحاكم بربنا سبحانه وتعالى وعلمك الغير كامل، الاتنين أصلا من صنع الله ومن خلق الله. فأنت على أي شيء أو على أي أساس أو على أي علم بتحاكم ربنا سبحانه وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. طيب تعالى بقى نفهم الآية مع بعض. العلماء وضحوا لنا إن معنى الآية لا يسأل عما يفعل وهم يسألون معناها إيه؟ مش معناها إن ربنا سبحانه وتعالى فوق العدل ولا فوق السؤال، ولا معناها إن السؤال ممنوع، لا. العلماء وضحوا إن معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى لا يسأل سؤال محاسبة واعتراض. يعني ما ينفعش نحاسب ربنا، ما ينفعش أسأل ربنا سؤال محاسبة وسؤال اعتراض. ده معنى الآية، مش معنى إن السؤال ممنوع خالص. أما لو هسأل سؤال تعلم ماشي، أما هسأل سؤال اعتراض ده اللي ممنوع في الآية. لأن أنت ما ينفعش تحاكم ربنا سبحانه وتعالى زي ما قلنا، لأن أنت علمك ضعيف أو علمك قليل. أما ربنا سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، لأنه الله سبحانه وتعالى صاحب العلم المحيط بكل شيء. وربنا سبحانه وتعالى بيعمل كل فعل بعلم كامل وبعدل كامل. أما باقي الآية وهم يسألون، ده إحنا بقى، إحنا اللي نتساءل ونتحاكم ونتحاسب، مش ربنا سبحانه وتعالى. لا، إحنا بقى كبشر وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ده إحنا بقى. طب ليه إحنا نتساءل ونتحاسب ونتحاكم؟ علشان خاطر إحنا علمنا محدود واختياراتنا محدودة، فلازم ربنا سبحانه وتعالى يحاسبنا على أفعالنا في الدنيا. فالآية دي ما فيهاش ظلم،
الآية بتوضح إن الله سبحانه وتعالى متاح إنك تسأل علشان تفهم. يعني لو واحد جاي بيسأل ليه ربنا عمل كذا أو ليه ربنا ما عملش كذا، بس قاصد التعلم وإنه يزداد إيمان ويقين بالله سبحانه وتعالى، ده مرحب بيه وده على عيننا وعلى راسنا. والعلماء ما بيمنعوش من كده. العلماء قالوا في الآية دي معناها إن اللي بيسأل بهدف التعلم ده من حقه إنك أنت تفهمه أو توضح له الشيء الغامض في العقيدة بتاعته أو في الفهم بتاعه. أما اللي جاي يسب ويشتم ويتريق ويعترض على أمر الله، لا، ده غير مرحب به عندنا في الإسلام. العلماء بيوضحوا كده في القرآن الكريم. طيب يعني الآية ده إيه؟ ما فيهاش ظلم؟ يعني لما واحد يسمع كده قول الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ما حدش يسأل ربنا عز وجل، لا، ما فيهاش ظلم، لأن الآية عدل بتوضح إن كل واحد فينا لازم يكون في مكانه الطبيعي. ربنا يثبتنا وإياكم على الإيمان وعلى التوحيد، وإن شاء الله نتقابل في فيديو جديد. سلام عليكم.